اللعب في الغرف المجاورة، شعره، الوثن الغازي، نجاة زائدة، عيد الأغنيات السيئة، صورتي وأنا أحلم، فرانكشتاين في بغداد. هي أهم رواية من روايات الكاتب العراقي أحمد سعداوي، نشرت في شهر آذار من عام 2013 ميلادية. أخذ فيها الكاتب اسم روايته من شخصية شهيرة في عالم روايات الرعب، وهي فرانكشتاين. تدور الأحداث حول مضاعفات الحرب في العراق التي بدأت في عام 2003 ميلادية، واستمرت مضاعفاتها لسنوات عديدة لاحقة، وخصوصا في فترة شتاء عام 2005 ميلادية، حيث وقعت في تلك الفترة العديد من التفجيرات الإرهابية التي أودت بحياة عدد كبير من الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة. بطل الرواية يدعى هادي العتاق، وهو شخص عادي يعمل في بيع الأشياء والأغراض البسيطة في حي البتاويين، وهو أحد أحياء وسط مدينة بغداد. يقوم هادي العتاق بعملية قد لا تخطر على بال إنسان، حيث يجمع بقايا الجثث التي خلفتها التفجيرات الإرهابية في ذلك الشتاء الأسود، ويقوم بإلصاق تلك البقايا بعضها مع بعض، مشكلا منها كائنا غريبا جدا، لكنه يبقى في النهاية بشري، لأنه تكون من أجزاء بشرية. وفي حادثة عجيبة ينهض هذا الكائن وتبعث فيه الحياة، ليمضي في عملية انتقام واسعة التأثير ضد جميع المجرمين الذين قتلوا أصحاب الأجزاء التي تكون منها نفسه. يروي هادي العتاق هذه القصة على الزبائن الذين كانوا يترددون على مقهى لشخص يدعى عزيز المصري، فيضحكون ويقرون بأنها قصة مثيرة، لكنهم لا يصدقون إنها حقيقة. إلا أن العميد سرور مجيد يرى إنها قصة حقيقية، فيتم تكليفه بشكل سري للبحث عن هذا المجرم الغامض. وفي تداخل رهيب للأحداث والشخصيات ومطاردات شائكة ومثيرة في أحياء بغداد وشوارعها، يكتشف جميع الناس إنهم بشكل أو بآخر يشكلون ذلك الكائن المخيف، ويمنحونه أسباب النمو والبقاء. إن هذه الرواية تقوم على ثيمة أساسية، عمادها الجريمة والقتل والدم المسفوح دون وازع من ضمير، ودون أدنى شعور إنساني بسقوط الضحايا والأبرياء والفقراء والمستطرقين وعابري السبيل والعمال والأطفال والشيوخ والنساء وأطياف الشعب العراقي كافة، الذين يسقطون شهداء في غابة شرسة يديرها العنف والإجرام المنظم والعقل الإرهابي الذي يقتل لغايات ومذاهب شتى.
في عراق يتمزق ويتآكل أمام الجميع، وخاصة شعبه الذي لا يعرف كيف يلملم جراحه ومزق ضحاياه من وسط الشوارع والساحات والأماكن العامة. ثمة شخص يظهر وسط هذا الدم البريء المهدور ووسط غابة الجثث المتساقطة كل يوم بشتى الوسائل. أبسطها وأبرزها هو تفخيخ الجسد الآدمي وتلغيم سيارة بالمتفجرات أو ارتداء حزام ناسف ليتم التفجير بعد ذلك وسط حشد من الناس المسالمين والأبرياء الباحثين عن حياتهم وتفاصيلها اليومية في بلد كبير وواسع مثل العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.